إخواني في الصحراء الغربية، المغربية، الشرقية، الجنوبية، المريخية، سموها ما شئتم. أنا أريد أعطيكم كذا جرعة في العقلانية والواقعية والمنطقية. أنتم تمارسون العبث، اسمعوها مني ووعوها. أنتم تمارسون العبث، أنتم تشترون الوهم. يعني في تقريبا والله أعلم هي الجزائر تبيع لكم الوهم، وهم أنه سيكون لكم دولة ومطار وعاصمة وعملة وناس شيلوا هذا الأمور من راسكم، شيلوها، اسمعوها مني، شيلوها. إذا أعطي لكم حكم ذاتي احمدوا ربكم عليه، اخرجوا من مسألة سنستعيد وسنفعل وهذا الشعارات ما تأكل عيش. تاريخيا على مدى 100 سنة أصحاب الشعارات هذه خصوصا في منطقتنا العربية، حتى لو افترضنا أنه معكم دولة سابقة وتريدوا تستعيدوها، ولو أنه ما فيش ملامح دولة نهائيا، نفترض جدل أنه معكم، ما يسمح المستعمر الغربي أنه يحل نزاع. يعني هذا الصحراء ستظل هكذا. لا تفكر أنه في يوم من الأيام سيأتي ويكون معك هذا الدولة الذي قاعدين يعبوكم شعارات واستعادة الدولة وسنبقى والشعارات والشهداء. والله أنا عارف أنه بيوجعكم هذا الكلام، وهذا الكلام ربما لا ترغبون في سماعه، لكن هذه الحقيقة يا جماعة. عيشوا. خذ لك يا أخي حكم ذاتي من المغرب تحت السيادة المغربية، وعيش يا أخي وصل على رسول الله. مالك أنت كم بتجلس؟ أنت كم ممكن تقعد تلاحق لك وهم وسراب؟ أنتم مثل السراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا أنتم لا تظلوا تلاحقوا هذا الصحراء، جمهورية الصحراء الغربية، الديمقراطية الشيوعية الاشتراكية القذافية، ما تنفعك بشيء يا أخي. فلذلك خرجوا من هذا الوهم، ولا عد تتعذبوا حالكم في المخيمات وفي البهدلة وفي الجعجعة. لا تصدقوا الجزائر، صدقوني يا إخواني، لا الأرض حقكم بوليساريو ولا هي جزائرية، الأرض مغربية. نعم أنتم حررتوها وأنتم مشكورين، لكن ليس كل من حرر له أرض قلقدي حقي ما ينفعش، يعني لأنكم حررتوها وأنتم رجال ما شاء الله عليكم يعطى لكم حكم ذاتي. أما ما ينفعش إنه كل من حرر منطقته قال بيعمل دولة مثل البوليزاريو، هذا كلام فاضي. إحنا عندنا سقطرى محتلة من الإمارات، هل إذا حرروها السقطريون أهل سقطرى يعملوا دولة؟ مش معقول يا جماعة. فهموا، وعوا وفكروا وادركوا هذا الكلام. أنا معكم لست ضدكم.